يقدر يترشح. عاود لنا انا نسمع. يقول لك بلي 10 سنين باي يترشح. يا اخي هاك. نعم. اما لا نقدر انني ننسحب، معليش ماشي مشكل جماعه. يا اخي هكا. احنا مازال ما عرفناكش. قدم لهم رشيد نفسك. انا رشيد قدم لهم نفسك. لحظة الله يخليكم، خلوه يتكلم ما تقاطعوش، يقدم نفسه ولماذا جاء إلى المجلس الدستوري وبدون تعليق، لما يكمل يسألوه. روح خليه يكمل باش نفهموا. أنا رشيد نقاش. تفضل. من مواليد 74 مميز 74. سي با بوسيبل. ما نفهموش شنو يتكلم؟ رشيد ما يقدرش يترشح. صح راه معايا. صح جماعة راه معايا. طيب. يعني البرنامج راح يتمشى برنامج واحد. واش راه هو يقول هو راح صح، يعني انا هو اللي انا هو المترشح. لحظة، قدم نفسك سي رشيد، أنا المترشح فلان. أنا المترشح. عرفهم بنفسك ولماذا جئت، خليه يتكلم. رشيد خلوه يتكلم. الكاز من مواليد 74 من ولاية تشرف دائرة عين مرا. جئت للمجلس الدستوري. جيت للمجلس الدستوري على اساس اني باغي نترشح. خلوه يكمل. سمعت لي بيتيسيون. خليه يكمل. لا وما تسيوها كمل. تفضل 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 سي رشيد. خليه يتكلم. سي بون. يا فوتوغراف دقيقة بشوية بشوية. اهبط شوية باش ما تجيني ونسكتوا قاعدين باش نسمعوا هاد الحكاية. سيلفو خلونا نفهموا هاد الحكاية ما فاهمين والو. دقيقة فهمنا. تفضل ونسكتوا قاعدين مور ما يكمل نسقسوه. خليه مور ما يكمل نسقسوه. خليو الراجل يهضر. هاي كاميرا هضر عليك. رشيد اسمعني من فضلكم. نقدر نجيب رشيد ولي الاخر. لا لا 5 دقائق خلاص. فيصل خلوه يهضر ما خلفوش. من فضلكم سيلفو بلاي، من فضلكم من فضلكم خلوه يهضر كلمه نردوها في الكاميرا والله يسهل على كل واحد. صح. شوف اهداو خليه يهضر 10 دقائق. ما تعرفوش بعد الفيديو ماشي قاعد يشوف سيلفو بلاي من فضلكم هدوء. خلوه 10 دقائق فقط يقدم نفسه وعلى واه جا هنا الرساله تتوضح تفهموا كل شيء. ومن بعد نروح لحاجه اخرى، الاسئله ولا مش اسئله. خلوه يهضر. خليه. جيت المجلس الدستوري. قدم شويه رشيد على الصوت. انا جيت المجلس الدستوري ارفع صوتك شويه بعد على اني باغي نترشح. خلوه الرئاسيات ارفع صوتك شويه رشيد. 2019. كمل رشيد كمل. ثم تعرفون رشيد نكاس صح. خلوه يكمل. صح رشيد نكاس ما يقدرش يترشح. صح هو يبقى ديما معايا. هو اللي راح ينظم الحملة. قدمت ملف للمجلس الدستوري واستلمت. اعطيناهم المعلومات. كمل رشيد كمل رشيد. معليش بالعقل شويه عليه بشويه. خليه يكمل كمل خونا كمل ما عنديش الوقت. خلاص فيصل اعطي له سؤال. خلاص سي بون خلاص سي بون. لا لحظه فيصل خلوه يتكلم. فيصل خليه يكمل. خلوه من فضلك خلي انا نساعده. خلاص اهداو
شويه بقى. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي يصرى في الندوات والعدد كبير والموقف فيه هذاك عدد شويه بهدوء شويه بهدوء. نقصوا الصوت نتاع لي تليفون سيل بلي. راه قال لكم انا رشيد نكاز المولود في كذا وجاء تقدم للمجلس الدستوري بملف الترشح وهو استلم وصل استلام. وهذا الشخص ماهوش نفس الشخص اللي انتم تعرفوه. هو راه يقول في هذا سي رشيد تسمعوا بصوته. اسكتوا خلينا نسمعوا. خلوه سي رشيد. انا نتكلم بصوت اعلى. هو مش متعود على مواجهه الصحافه وهو راح ياكد والا ينفي. سي رشيد نقاز مع عفوا عندي جيب دوزيام شهر. سي رشيد نقاز امامكم. عفوا هدوء برك هدوء الصوت يوصلكم. السيد اللي امامكم هو رشيد نقاز الحقيقي بالاسم الذي تقدم الى المجلس الدستوري بملف ترشح واستلم وصل. عنده اسم شبيه بالاسم السيد رشيد نقاز الاخر. وهذا هو يثبت ذلك. فيه ملف كامل اداري. طبعا هذا ملف اداري لكن هو عارف بانه قدم الملف وهو نفسه يشهد بذلك امامكم. لكن هو مش متعود على الصحافه والاسئله كثيره لكن قدم نفسه وقال لكم انا جيت هكذا رشيد. انا رشيد نقاز المولود في شلف كما قلت عام 74. جيت قدمت للمجلس الدستوري بملف ترشح وكذا وكذا. هذا هو التصريح نتاع اي مترشح فقط كما عملنا مع كل المترشحين. كاين اللي يقدم خطوط عريضه وتصريح اكثر وفيه اللي يختصر فقط. واضح سي رشيد؟ فيصل خلينا مع المترشح. نحن نتحدث عن المترشح اللي امامكم. سي سا on parle du candidat vrai juste devant vous. C'est pas à moi de commenter l'autre. Non, je parle pas à sa place. تكلم معاه. تكلم رشيد. تكلم انا. je parle pas ما خليتوش يتكلم. خلوه يهضر. دوكا كان يقول لكم خلوه يهضر. قدم رشيد. قول لهم انا رشيد. اسمح لي باش نفهموا. s'il vous plaît. قدم الصوت شويه. قدم الصوت بشويه حيشرح لكم. خلاص احنا خلاص خليه يهضر. خلاص مدام فوزافي بوزي لا كيس. لا لحظه. داكور خلاص. على بالي انت صح بالعقل. الله يخليكم. هذا لا انت سالتي يا مدام السؤال. هو راه اثبت وجاوبكم في الاول لكن كثره الكلام ما خليتوش تسمعوه الكل. راني نعاود نفس الكلام اللي يقوله راهو امامكم. هذا هو المترشح الذي تقدم الى المجلس الدستوري بملف ترشح ويسمى رشيد نقاز. احنا نتكلموا مع المترشح اللي امامكم ما نتكلموش على شخص اخر. الشخص يثبت ويشهد انه هو المترشح. انا عندي نسخه من الملف وهذا ملف اداري وهو استلم وصل استلام. هو مش متعود على الصحافه ومواجهتها. هو عندكم شيء واحد فقط. هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ ما تسالوهش على اشياء اخرى يجيبوا عنها الاخرون. سي رشيد هذا الكلام صحيح؟ صحيح. الملف تاعكم قبول. قداش جمعت مع التوقيع الاستمارات جمعت الرشيد نقاز. الاستمارات جمعت الرشيد نقاز. هذا المواطنين وقعوا في رشيد نقاز. جونا الاستمارات. المواطنين وقعوا الاستمارات. دقيقة يا زملائنا الكرام يا زملائنا الافاضل كلنا لحظة خليهم راح يجاوب. خليه راح يجاوب. خليه راح يدق في البوست الدولة. راجل يا درات انت في البوست ولا خليه يهضر. هو خليه يهضر.
ميفونا مش بيك هذا هدوء مالي هذا يعمل تقول لك السوري اضرب تضرب رياح برك رياح. الكلام ماهوش موجه لصحفي. مدام من فضلك، مدام الكلام هو موجه لكل صحافه مش واحد الصوت. هو ريح دقيقه. لا فهم الشعب لا فهم الشعب ورا الكاس يا سبحان الله يهضروا في ورا الكاس ورا انا رشيد مكان. خليه يهضر. الاستمارات جمعت الاستمارات هذا هنا معاه هو شكل لا ما تجيش ريح عليك ما خليتوش يا جماعه يا جماعه من حق الشعب انه يعرف عشان الطريقه. خلوه يهضر. خمس دقائق شوف يا احمد هو هدوء يا جماعه يا محمد يا جماعه شوف صحافه انا بدون سكتهم ولا هو اللي خلى لنا الطرف يا جماعه خلاص والله خلوه يهدر دقيقة بس خلوه يهدر دقيقة من فضلكم ماشي هذا خليه يهدر نورمال عادي وش كاين هذا الشيء هذا اي مترشح مواطن من حقه يقدم هو جا قدم قال لكم له فلان خلاص وش كاين هذا يا هو قدامكم شويه فوالا يسكتوا راهو يتكلم
ما خليتوهاش هكا نفهموا هكا نفهموا صاي اسكتوا خلوا الناس يسمعوا شويه قلنا جمله قدم نفسك كيفاش تكون هو يسمع الحولي مترجم له الناس نص ساعه صاي خلونا راح نسجلوا يا ناس هبط التليفون تاعك هدا وخليه يهضر معاكم جماعة هذا رشيد نكاس ما يسمحلوش القانون باه يترشح. ارفع صوتك رشيد نكاس ما يسمحلوش القانون باه يترشح. قدم نفسك فوالا انا يسموني نكاس رشيد. ماشي مشكل انا اللي بغيتوني نسحب ماشي مشكل كاع والله ما هي مشكل كاع يا احنا صحفيين واه لو يجي رشيد نكاس ما يهدر معاكم يقدر يجي يهدر معاكم ويفهمكم وعلاش. ساعة التسريع اسمعني التسريع طهوري لك خليه يكمل معليش شوف معنا على انا ماشي عندي حق باه نترشح لا رشيد جابك في بلاصتو باش ترشحوا ولا انت جيت وحدك فهمنا دوك حنا تبين رشيد ولد عمي. ايوه جاوبهم رشيد عادي جاوبهم رشيد ما يقدرش يترشحوا خلوه خلوه يجاوب قال لكم ولد عمي كاين قوانين ما تسمحلوش. الاستمارات جمعت باسم رشيد نكاز ولا باسمك انت؟ الاستمارات اللي ملاوها المواطنين جمعت باسم رشيد نكاز الحقيقي ولا باسمك انت؟ رشيد نكاس ولكن يا جماعه كنتمكم جدا تعرفوا في الحملة الانتخابية راح الحملة الانتخابية راح تعرفوا واش راه يتكلم يا جماعه خليوه يا جماعه من فضلكم على بالي بلي شي هذا يدوخكم. قدم شويه قدم الميكرو رشيد قدم الميكرو شو اسمك ارفع صوتك الله يخليك 5 دقائق ترفع صوتك وخليهم يسمعوك. عيط شويه المستوى العلمي تاعك. رشيد نكاز سرق لك الاسم تاعك ولا كيفاه؟ سرق لك الاسم تاعك باش كاميرا جبنا رشيد نكاس يهضر معانا